كنت لا اتمنى ان امام عاشور يكون موجود معانا في الفريق. ليه؟ هو الراجل طلع قال لك انا ما اقصدش ماشي، وان هو صالح جمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان حسام وابراهيم ممنوعين من دخول النادي الاهلي. ليه؟ عشان وقعوا في نفس الخطا قبل نهائي القرن، ويبقى فعلا مرتضى منصور في الوقت ده عارف ان هو بعد الماتش ده هيتم اقالته. طب ما انت ما تسالني سؤال ما انا ما بجاوب. تقعدش تحور لها. لا شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره؟ اسطوره. اسطوره. انا كاهلاوي انا احب اتفرج على اتنين، ابو تريكه وشيكابالا. في فريق مصر بيلعب دلوقتي في الانتر كونتيننت، في حد بيتكلم عليه؟ ده بقى اللي يزعل بقى. Audio Jungle. انت كراجل مشجع للنادي الاهلي مع صفقه امام عاشور؟ اه طبعا مع صفقه امام عاشور. اني نادي في مصر ما يتمناش امام عاشور يعني. انا كالنادي الاهلي كنت لا اتمنى ان امام عاشور يكون موجود معانا في الفريق. ليه؟ يعني كراجل مثلا غلط في رموز النادي بتاعنا، غلط في الاسطوره طبعا كابتن صالح سليم، من اهم الشخصيات اللي مسكت النادي الاهلي على مدار تاريخه. هو الراجل طلع قال لك انا ما اقصدش ماشي، وان هو صالح جمهور النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب، وبقى دلوقتي محبوب من جماهير النادي الاهلي. هو الجمهور النادي الاهلي مقسوم نصين، نص مش ما كانش عايز امام عاشور زيك كده مثلا، ونص تاني بيتكلم في حتتين. انا لحد دلوقتي وجهه نظري ووجهه نظر ناس كتير على فكره، اه ان شايف ان دي اكبر خطأ تاريخي حصل من اداره نادي الاهلي. بص، كابتن محمود الخطيب ماشي ما بيعملش حاجة غير وهو فاهم هو بيعمل ايه. هو مش هياخد القرار ده ماشي كده منه لنفسه، ما عندوش حاجة اسمها كده. هو أكيد فاهم وأكيد عارف وأكيد يعني كابتن سيد عبد الحفيظ طلع وقال لك إن هو إمام عاشور طلع قال زلة لسان، وإن هو ما كانش يقصد. هو إيه اللي هيخليه يجبره عشان هو في النادي الأهلي فقال ما كنتش أقصد وما كنتش أقصد إن أنا أغلط والكلام ده كله، ولا إيه؟ مين اللي مطلع الشتيمة دي؟ يعني الغلط اللي غلطه امام عاشور ده مين اللي مطلعه؟ جمهور نادي الزمالك هو اللي كان بيقول الكلام ده. طب ليه انت تغلط في الرموز بتاعتي وليه انا اغلط في الرموز بتاعتك؟ شفت اهلاوي؟ انا ما بكلمكش دلوقتي على جمهور لا الزمالك، ما هو انا بكلمك على بص ما هوش. انا بكلمك على لعيب كوره بيلعب في نادي الزمالك في الفيرست تيم، لعيب من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، ويطلع يشتم رمز النادي الاهلي، وانا كنادي اهلي اروح اتعاقد معاه، وبالرغم ان دي عكس رغبه جماهير المدرجات. يعني مش هقول لك جمهور الاهلي عشان ما بقاش بعمم الموضوع، ولكن جمهور المدرجات طلع هتف صالح سليم مش ناسينه، او امام عاشور مش عايزينه وصالح سليم مش ناسينه. ف فهو امام وجوده في النادي الاهلي، انا بقول لك كراجل اهلاوي كانت اكبر غلطه تاريخيه يرتكبها مجلس اداره نادي. عشان خايف ان الزملكاويه مثلا يقولوا لا انت لا لا انت ازاي لا لا غيرتوا مش مالكش دعوه مبادئكم؟ بالزملكاويه، انتوا انا بكلمك ان انت كراجل اهلاوي حاطط مبادئ ممشي كله عليها. طبعا. واكبر دليل على الكلام ده ان عصام الحضري وحسام وابراهيم، يعني حسام وابراهيم ارتكبوا نفس الخطا اللي امام عاشور ارتكبه، ومع ذلك انت مانعهم من دخول النادي الاهلي. مش زي، لا ما تقارنش عصام الحضري وغلطته بغلطة إمام عاشور خالص خالص. يعني ده هو بيقول لك مثلا ده ساب النادي أصلا وهرب في عز ما أنت محتاجه. يعني عصام الحضري استنى مثلا، عصام الحضري مشي عشاء واخل بالتعاقد او هرب مثلا، انت شايف ان هروب عصام الحضري ده ممكن تحطها قدام واحد بيشتم رمز للنادي هو كده الاهلي؟ كده النادي الأهلي ما بيقفش على حد، بس أنا بكلمك في حتة إن أنت تسيبني وتهرب، وإن أنت أصلا تبقى في فريق منافس فتغلط بطريقة ما مثلا، فبعد كده تعتذر دي زي دي. بص يا صاحبي، حسام حسن وابراهيم دول من اهم اللعيبه اللي لعبوا في تاريخ النادي الاهلي، محدش يقدر ينكر ده، والهداف التاريخي للنادي الاهلي. تمام. حسام حسن هو يعني عايز اقول لك عميد لعيب العالم. حسام حسن أيوه هو أيوه. المهاجم التاريخي للنادي الاهلي، يليه طبعا عماد متعب. ولكن انا عايز اقول لك ان حسام وابراهيم ممنوعين من دخول النادي الاهلي. ليه؟ عشان وقعوا في نفس الخطأ اللي امام عاشور وقع فيه.
هو دلوقتي انت بتتكلم في نقطة ان هو وجوده ما كانش ينفع والموضوع خطر والموضوع مبادئ والموضوع لا، هو الموضوع مش للدرجة دي. غلط، عشان بس ما نبقاش منافقين، هو غلط، بس هو الراجل غلط، اعتذر، انت فاهم، بعد كده قال لك انا ما اقصدش، بعد كده دخل النادي، الجماهير حبته. في حد في جمهور النادي الاهلي دلوقتي ما بيحبش امام عاشور؟ اه طبعا في انت كتير. قابلت حد ما بيحبش امام انا عاشور واحد من الناس اهلاوي؟ انا مش منوط بيا احبه واكرهه. كاره وجوده؟ لا اه طبعا. كاره وجوده؟ بص، غريبة امام دي. اهم لعيب في النادي الاهلي، ويمكن اخر 3 سنين وانا قلت لك الكلام ده، هو 70% من النادي الاهلي وكره النادي الاهلي. ولكن لو انا هقارن بقى لعيب واقول لا انا حبه، لا، انا ما فيش لعيب لبس تيشيرت النادي الاهلي هو اللي ممكن ابكي عليه او ازعل عليه غير ابو تريكه. ده اللعيب الوحيد اللي ممكن ان انا اقول انا لك مش بقول ان لك، انا ازعل مش عليه. بقول لك لدرجه ولكن البكا. لا، ولكن انت بتقول لي بتحب، انا اللي بيربطني انا كجمهور النادي الاهلي ما اعرفش احب ولا اكره. انا اللي العلاقه اللي بتربطني ما بيني وما بين امام عاشور عقد شغل كوره. احبك لو انت راجل اهلاوي او مخلص للنادي الاهلي، او لكن انت وانا وكل ايوه، الناس ما هي الموضوع. والراجل اللي قاعد ورا الكاميرا ده هبص، وكل الناس اللي ماشيه في الشارع عارفين ان امام عاشور زملكاوي ابا عن جد، زي ما انا مقتنع ان زيزو اهلاوي وجمهور الزمالك عارف ان زيزو اهلاوي. ليه امام عاشور زملكاوي ابا عن جدا؟ ليه؟ الراجل زملكاوي يا حبيبي، هو بقول زملكاوي. لك ايه، انا ما شفتش حد زملكاوي ابا عن جدا غير شيكابالا، عشان نبقى صراحه بس. لا، امام عاشور زملكاوي. لا بص، سيبك، فكك بص بس. يا ميدو، انا مش قصدي والله ان انا بزنقك في حته لا معينه، لا لا لا, لا. ولكن هو انا بكلمك، اسمع بس، انا بكلمك في حته ايه، ان مثلا لو هتتكلم على الاخطاء بتاعت اللعيبه، ده في لعيبه كتير قوي عملت اخطاء والنادي الاهلي مشى لها الامور. على سبيل المثال حسام غالي. يعني حسام غالي لما كان بيلعب في الملعب كان بيعمل برضو اخطاء كبيره جدا، ومع ذلك النادي الاهلي كان بيمشيله. انا بقى بكلمك هنا ليه المواضيع ما ما تتقاس. هي بتتقاس بقى ايه؟ انت اديتني قد ايه؟ ماشي، وكنت عليا بالسلب بقد ايه؟ لو السلب بتاعك او ان انت مثلا جاي عليا بخساره بنسبه كبيره والحلو بتاعك قليل، لا طبعا يا حبيبي، معنا لو اتخنها لعيب، لا طبعا مش هيحصل الموضوع اهم ده. صفقه الاهلي اتعامل معاها، يعني اهم صفقه الاهلي تعاقد معاها اخر 5 سنين. اخر 5 سنين، ممكن اقول امام عاشور امام عاشور، وكمهاجم انا بشوف وسام ابو علي، يعني ده اجمد مهاجم دخل النادي الاهلي في اخر 5 سنين. بالترتيب امام عاشور، وسام ابو علي، زيزو، بس ما فيش حد تاني. اخترت 2 من لعيبه نادي الزمالك. عشان هم جامدين. هو انا هخسف بيه الارض؟ هو جامدين، اجمد صفقات. هو انا سؤال بس، حسين الشحات ولا زيزو؟ بص، ده مهاري، حسين الشحات مهاري، عنده مهاره مش عند زيزو. ما انت ما تسالني سؤال ما انا ما بجاوب. تقعدش تحور لها. لا حسين لا. حسين الشحات ولا زيزو؟ حسين الشحات ولا زيزو؟ حاليا زيزو. بن شرقي. حاليا زيزو. انت عايز ايه؟ حاليا زيزو. يا راجل، ده راجل لسه جايب لك ماتش من هو لما الماتش اللي جاي واللي بعده واللي بعده يبقى يرجع حسين الشحات. تريزيجيه ولا بن شرقي؟ سؤال رخم، لان هقول تريزيجيه. تريزيجيه. تريزيجيه تريزيجيه جامد جدا، خلي بالك، اقسم بالله تريزيجيه. بن شرقي انا بشوفه انا يا عم ما بفهمش كوره، بس انا بشوفه لاعب نيه قوي الصراحه. محمد شريف ولا جراديشار؟ جراديشار طبعا. جراديشار ايه؟ ايوه جراديشار. ماشي خلاص، انت اصل انت بتبص لي كاني لا جراديشار. محمد شريف مش طب اقول لك فاهم. على معلومه وبكره الايام تثبت لك. ماشي. جراديشار ده جايبينه من على كافيتيريا. ليه طيب؟ لعيب ده عادي جدا، والله لعيب اقل من من عادي. يعني شوف محمد شريف ده بيعمل كوارث، بس انا محمد شريف ده عندي شايفه حاجه كبيره جدا. بص، هو محمد شريف يا راجل ده من كفايه بعد هو ما بقول الهداف لك إيه؟ التاريخي للمباريات. بقول لك ايه ما لا، انا بتكلم دلوقتي. ما هو انت ما تمشيليش على سطر بص وتسيب سطر. دلوقتي وبعدين وقبل كده النادي الاهلي مش مقتنع بمحمد شريف. مين اللي في النادي انا بقول لك بص، جيلي جه عشان انت ما عندكش حلول تانية. انت يا خلاص انت راجل. مزنوق. والله محمد شريف جه عشان انت ما عندكش حلول تانية، واكبر دليل ان انت رجعت محمد شريف عشان ما يروحش الزمالك. ايه ده؟ الاهلي ما بيفكرش بالتفكير. محمد شريف كان قاب قوسين او ادنى من الانضمام للزمالك،
وكان مستني راي مجلس اداره النادي الاهلي. هو عايز النادي الاهلي. طيب ما انا بقول لك اهو، اللعيب عايز. طب ليه اللعيب عايز النادي الاهلي مش عايز الزمالك؟ عشان هو الراجل اهلاوي. طب مش اهلاوي بس، ما هو كان هيروح نادي الزمالك كنا نقول عليه مش طب محمد شريف اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي، وكان تعرفش هيروح حاجة. الزمالك. ما عندكش معلومات. لا اهلاوي. والله محمد اي يا شريف. عم والله العظيم، هو يا جدعان عشان لعبت يا جدعان سنه سنتين ايا يكن في نادي الزمالك خلاص ابقى كلمه زملكاوي واهلاوي دي ما بتتحسبش من ان انا قعدت كام سنه في النادي. اسالك سؤال. بتتحسب بحاجات تانية، بتتحسب ان انا فضلت ايه عن ايه، ماشي، اتنازلت عن ايه، ماشي. ما انت ما تكلمنيش في حته اهلاوي وزملكاوي عشان انا دخلت النادي وقعدت فيه سنتين 3 4. الشناوي ولا شبيه؟ بص الشوبير، لو انت بتلعب بخطه ليه عمال ما هو يا جدعان، ما هو انا ما ينفعش. الشناوي ولا شبير؟ الشناوي ولا شوبير؟ الشناوي. مش شايف ان شبير لازم ياخد شويه؟ لو خد هيبقى جامد جدا، بس هو يعني لو خد فرصته هيبقى جامد جدا. بس انا بالنسبه لي هو المنقذ بتاعك، سيبك من الاخطاء، ماشي، المنقذ بتاعك هو الشناوي. طب حمزه علاء ولا شبير؟ ما اتفرجش على حمزه علاء، ما يعني مش متفرج، ما شفتلوش مطوشه كتير، فانا بالنسبه لي هقول شوبير، فانا كده ظلمت حمزه علاء. ايه رايك في محمد هاني؟ محمد هاني يا جدعان، انا مستغرب الصراحه. يعني ماتش فايق و10 لا. يعني انا ببقى قاعد بتفرج على مطوشه، الجماهير قاعده بتتفرج بتشد في شعرها من اخطاء، فانت فوق يا تكمل وانت فايق، يا اما ما ترجع لناش تاني بقى محمد هاني التايه، محمد هاني اللي بيقعد في اخطاء خليك تخسر المطوشه. لا الموضوع صعب. انت شفت الكرة بتاعت عمر كمال عبد الواحد؟ بقول لك ايه، مدربين المهاجمين دلوقتي في الدوري المصري تحس ان هو بيعمل ايه، بتجيله الكوره جوه الصندوق، ماشي، يقعد بقى يطلع آلة حاسبة. انا واقف بقى اللعب، واقفها يا جدعان، واقفها جماهير، يطلع الآلة الحاسبة، انا لو شطها في الزاويه ال90 على ما اعرفش ايه، ده مهندس معماري، ماشي، لو شطها في الزاويه ال90 في ما اعرفش في زاويه كام درجه بكام سرعه ما اعرفش الرياح هتعمل ايه، ويروح شايطها بره في الاخر. انت يا عم بتاخد ليه 60,000 قرار وانت والجون ما تشوط؟ تحس ان هو برضو ان البعض يعني في ثانيه كده ثانيتين كده انت خدتهم ضاعت الهجمه، لا انت جات لك شوط، خلص، مش تخلص علينا يا عم. يا عم احنا بنبقى تعبانين اقسم بالله. حسام حسن هيبقى المدير الفني في يوم من الايام للنادي الاهلي؟ لا بعيده دي. حسام غالي في يوم من الايام يبقى رئيس للنادي الاهلي؟ 50-50 ممكن. شايف ان بعد الخلاف اللي حصل ما بينه وما بين مجلس اداره النادي الاهلي، الخلاف الاخير، بص شايف ان ممكن حسام غالي يبقى فعلا في وقت من الاوقات رئيس للنادي الاهلي؟ انا ما احبش. شايف مين رئيس للنادي الاهلي؟ والله بص انا هقول لك على حاجه، اي حد هيفيد النادي الاهلي وهيخلي النادي الاهلي ماشي على زي ما بيقولوا كده على خط مستقيم، انا يجي ويدرب، ومع ان كابتن بيبو يجي تاني يدرب تاني، انت فاهم، انا معاه جدا، بس ان انت تبقى ممشي النادي الاهلي مش واخدها ان هي سبوبه، لان النادي الاهلي مش بتاع سبوبه. النادي الاهلي ده يعني النادي الجماهيري الوحيد اللي تحس ان هو لو اخلت حاجه منه هتلاقيه وقع خالص. طب انت شايف ان الكابتن محمود الخطيب يكمل كرئيس للنادي الاهلي ولا يستريح؟ لا ما يستريحش، الا لو هو عايز يريح، لكن هو ما يستريحش طبعا. مين ما يتمناش ان بيبو يبقى عنده في النادي، يبقى رئيس النادي بتاعه؟ انا بتكلم في حته، بص اقول لك على حاجه برضو، في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها، نقطه ان انت بتجيب نقطه المدربين، عايزين بس نروح لنقطه المدربين. بس انت بتجيب مدرب ماشي مش فاهم قيمه الناس اللي معاه. هقول لك، انا مش بتكلم على مدرب بعينه، بس هقول لك على مقوله كده، على حكايه كده، يعني زمان كده جابوا حمار، ماشي بجد والله، جابوا حمار وحطوا قدامه حته جوهره وحطوا قدامه برسيم، شويه برسيم، الحمار راح اختار البرسيم، خد شويه البرسيم ومشي. معنى كده ان انت الجوهره يعني فقدت قيمتها؟ لا ما فقدتش قيمتها، بس هو حمار مش فاهم معنى او قيمه دي. بيجي برضو المدرب يجي يبقى عنده لعيبه جامده جدا في النادي، ولعيبه اقسم بالله انت لو اديتها الفرصه لا هتنقل لك شكل اللعب بتاعك في حته تانية،
وهو يروح ملاعب لك فلان انا ده ما بحبوش فاروح ملاعب اللي انا بحبه. ده ما بيلعبش بطريقه لعبه وممكن تكون طريقه لعبه ما تناسبش النادي الفلاني، ما تقاطعنيش، ما تناسبش النادي الفلاني، فيروح هو بيلعب بمزاجه. مدربين بتحب وتكره، اقسم بالله ده احنا بنشوف مرار مدرب واحنا نبقى قاعدين بقى محروقين دمنا على الايه، على النادي بتاعنا، وهم يجيبوا مدرب، المدرب ده هيقعد له يا موسم ويتكل على الله، ضيع لك دوري وضيع لك كاس وضيع لك دوري ابطال افريقيا ودمر حياه لعيب. انت فاهم عندك عشان خاطر هو لا انا شايف ما اعرفش ايه وشايف ايه وشايف ايه، وفعلا جايبينه من على قهوه ما في ما اعرفش فين، مدربين تعبانين اصلا اخر فتره في مصر بيجيبوا مدربين كسر. انت شايف الكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك؟ يعني متابع الفتره الاخيره في قصه افلاس، ونادي الزمالك بيمر بمشاكل كبيره جدا. كراجل اهلاوي رايك ايه؟ بص هي المشكله في نادي الزمالك ان هو بيركز في حتت تانية غير ان انت تاخدها واحده واحده عشان خاطر احل مشاكل النادي بتاعي. يعني مثلا انا مشي من عندي مثلا زيزو، بفضل انا وجمهور نادي الزمالك مركزين مع زيزو ماشي، ومش مركزين مع المشاكل اللي بتمر بيها النادي بتاعي. مثلا بيقول لك اللي بيبص وراه ماشي بيتكفي على وشه. امشي بقى في طريقك، ما تفضلش لعيب مشي، لعيب مشي شاف مستقبله. هو معلش يعني زيزو مش متربي في النادي ماشي، دي مشكلة نادي الزمالك دايما. إمام مشي نفضل ماسكين إمام ماشي فترة بس يعني معلش برضه، انت مش شايف ان الاهلي مركز شويه مع لعيبه الزمالك؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لعيب زي امام عاشور ده لعيب كبير جدا، واضافه يعني يمكن اخر 3 سنين مع الاهلي او سنتين مع الاهلي، امام عاشور هو 70% من الاهلي. تخيل انت لما تاخد لعيب زي ده من نادي الزمالك، انت طبيعي نادي الزمالك هيحصل عنده خلل. فالنادي الاهلي، وانا بكلمك كاهلاوي، سبب رئيسي في زعزعه استقرار نادي الزمالك. ده كلام حقيقي. ما أنا عارف إن هو كلام حقيقي، بس أنت لو نادي، أنا معلش يا فريسكا يعني أنا هكلمك في حاجة. أنت كشخص شغال في شركة ماشي، بتقبض مثلا 6000 جنيه، وبعد كده جيت انا قلت لك انت بتدور على مستقبلك، شايف ان انت مرتبك بيتاخر ماشي، ومفيش مكافآت ومفيش بطولات، اللعيب ده لعيب لسه صغير، مفيش بطولات. تعال انا يا عم بقول لك مثلا انت شغال في شركه، تعالى يا فريسكا انت بتاخد كام في الشركه دي؟ باخد مثلا 6000، انا هديك 10 تاخد كام يوم اجازه، انا باخد الجمعه بس في الشركه دي، لا انا هديك جمعه وسبت ماشي، وهامن عليك وهعمل وهسوي ومعرفش ايه والكلام ده. انت واحد بتبص لمستقبلك، انا مش متربي في النادي ماشي، واحد بتبص لمستقبلك هتعمل ايه؟ السؤال هنا بقى، انا معاك، انا فاهم لا وجهه جاوب نظرك. جاوب, جاوب انا على فاهم سؤال. ان انت هتقول هروح للشركه اللي هتريحني او النادي اللي هيديني اعلى، بس برضه انا هسالك سؤال. لا وهحقق معاه بطولات انت كراجل اهلاوي مش شايف ان في ظهير اعلامي قوي جدا للنادي الاهلي مع دعم مالي غير محدود؟ يعني حط الرقم اللي الاهلي بيحتاجه، هتلاقي رجال اعمال موجودين وبيدفعوا. حط اللعيب لا للعيب هو نادي، مثلا، لا هو نادي الزمالك ملوش رجال اعمال. بس مش زي الاهلي. وفي نفس الوقت نادي الزمالك يعني في اغلبيه الوقت انا بحس ان جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك بيتعرضوا في مصر لعمليه من نوع اللي ايه يعني، والله مش بقول كده يعني عشان لا، بس بيتعرضوا لنوع من انواع عارف انت تحس ان مش حد عايزهم يستقروا. يعني مش شرط ان يكون مين النادي مين الاهلي، مين ولكن انا بكلمك يعني على سبيل المثال قبل نهائي افريقيا، قبل نهائي القرن، تعالى كده ميدي نتكلم ان نادي الزمالك قبل نهائي القرن بالرغم ان مرتضى منصور بيشتم مثلا اي حد بقاله 20 سنه. بس الراجل ده كان اداري خطير، انا معاك، كان اداري ما خطير. تخرجنيش بس من الموضوع، بس ماشي. انا بكلمك ان لما تلاقي قبل نهائي القرن تطلع انباء وتتداول انباء ان هيتم اقاله مجلس اداره نادي الزمالك في قبل نهائي القرن، ويبقى فعلا مرتضى منصور في الوقت ده عارف ان هو بعد الماتش ده هيتم اقالته. فانت متخيل حجم الذبذبه اللي بتحصل؟ انا بقول لك يعني مش بقول هو لك ان يعني النادي هو الاهلي ورا اه ما المشاكل انا دي لسه كلها، هقول لك يعني. بس انا بقول لك ان ده مش طبيعي برضه. يعني انا كراجل اهلاوي بقول لك لا ده مش طبيعي، ولازم هنا نقف عند حته ان الاهلي بيحصل له عمليه استقرار اكتر من الزمالك. ده ليه بقى؟ عشان خاطر انا قافل
على النادي بتاعي ماشي، المشاكل اللي تحصل جوه اوضه اللبس، تحصل جوانا، ما بتخرجش بره. لكن نادي الزمالك اقل مشكله نطلع نقول ده ما فيش مرتبات، ده ما فيش مكافآت، ده ما فيش، ده ما طب فيش، طب ده ما فيش. طب اسالك سؤال، اسال. ارض نادي الزمالك بامانه الله وانت كراجل اهلاوي، ماشي. لو ارض نادي الزمالك دي مع الاهلي، لو ارض نادي الزمالك دي مع الاهلي وعليها مشكله، هل موقف الدوله هيبقى نفس الموقف ده؟ لا دي انا ما اعرفش، عشان ما اعرفش نفس الموقف. بس ليه انت حاطط النادي الزمالك كل الناس متهداه في انا الدوري؟ انا مش حاطط على فكره. جمهور اه. انا بتكلم بلغه المشجع الزملكاوي، بالرغم ان انا اهلاوي، بس انا قاعد على السوشيال ميديا 24 ساعه، قاعد شايف تعليقات الناس وشايف قد ايه فعلا جمهور الزمالك ونادي الزمالك محتاج الناس تقف جنبه. طب انا عايز اسالك سؤال، اتفضل. ايه الهدوء الجميل اللي في نادي الزمالك الفتره دي؟ كانهم معاهم دوري الابطال وهم عندهم مشاكل جامده جدا جدا، وتحس ان اداره مجلس اداره الزمالك عايشين هدوء وسكينه وراحه بال، ولا بص في بص حد بيتكلم، ولا في بص حد بياخد موقف انت عندكم النهارده مشاكل. الممدوح الحسيني عضو مجلس اداره نادي الزمالك او امين الصندوق عندهم، كان طلع بيتكلم على ان نادي الزمالك كان مريض ودلوقتي هو بيموت، وده تصريح طبعا انا كنت لازم اقف عنده. هل هو مثلا انت مش قادر تعمل حاجه خلاص يعني ممكن يعني ترفع ايدك، بس برضو السؤال اللي انا عايز اساله، جمهور الزمالك فعلا يا جماعه جمهور الزمالك يستحق الافضل. طبعا يستحق الافضل، بس انت كاداره، انا بتكلم دلوقتي كاداره، انتوا ساكتين وفي هدوء، كأن انتوا مستقرين والمرتبات اللعيبه بتاخد مرتباتها انا عندي فكره، انت مش قادر تدي مرتبات وهتضيع منك الدوري وهتضيع النادي. لا يا عم، انت جاي لك عروض، ده معلش دي وجهه نظر، هديك وجهه نظر بسيطه. انت جاي لك عروض، ماشي ماشي، اتكل على الله واخد الفلوس. تعرف، هقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت ماشي في المانيا في فريق اسمه بايرن ليفركوزن. بايرن ليفركوزن ده ما كانش، مش هقول لك مش هكدب، بقول لك ما كانش حد بيسمع عنه. مسكوا مين؟ مسكوا المدرب مين؟ تشافي الونسو اللي هو بيدرب ريال مدريد دلوقتي، بشويه ناس اقسم بالله ثلاث ارباعهم مغمورين، شباب صغيرين ماشي. مسك اجعص فرقه في الدوري الالماني نفضها، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، مسكهم. عارف يعني ايه ما يخسرش ولا ماتش؟ عارف يعني ايه كانت بروسيا دورت كانت بايرن يعني انت ليفركوزن؟ وجهه نظرك ان مجلس اداره نادي الزمالك يسرح اللعيبه اللي مش محتاجه؟ مش بمعنى يسرحها، يعني مثلا دي، طب ماشي، هو حسام عبد المجيد ده انتوا اصلا في الماتش ولسه ما حدش يتكلم ان هو رايح الاهلي، اللي بيتكلم ده كلام من غير، ده غير موثوق، لسه ما فيش حاجه رسميه ان هو رايح الاهلي. يبقى اللعيب خارج من الاستاد، تقعدوا تقولوا له يا حسام عبد المجيد الاهلي مش بعيد والكلام ده كله، وعايز اللعيب يبقى اصلا ما باخدش مرتب، وان انا ابقى الجمهور ضاغطني وبيشتمني ومش مهيأ نفسيا. انتوا شفتوا، هي دي بقى المشكله بتاعت الجمهور بتاع نادي الزمالك او المنظومه كلها، ان احنا عندنا مشاكل ونروح مركزين في حته تانية خالص. ماشي، ما انت برضو حته تانية خالص، انت انت ما لعبت تلومش على جمهور الزمالك، لان مش انت انت بادئ النادي الاهلي اول 6 ماتشات انت عامل نتائج كارثيه. جمهور الاهلي في المدرجات كان عادي، العب بقى يا عم، خلي عندك دم. تمام. وكانت في لعيبه بتتشتم عادي. كان في لاعب، هات لي لاعب باسمه اتشتم. لا كانت لعيبه الاهلي كلها بتتشتم عادي. كله. اول 5 6 ماتشات يعني كله. مفيش مشكله. كله. انت عارف، هسألك سؤال، انت عارف تقدر تقول لي سبب خساره نادي الزمالك والنادي الاهلي المباراه اللي فاتت دي ايه؟ ايه السبب؟ اقول لك انا، انت لما انت بتعمل فوكس على لعيب واحد بيحصل له حاجتين، يا بيتغر يا اما بيتضرب. انت فاهم؟ اتغر هيتقدم لك، انا بقول لك اهو، هيقدم لك ماتش عمره، اتضغط مش هتشوفه. فانت ما ينفعش يبقى عندك 11، دي لعبه جماعيه، ما ينفعش يبقى عندك 11 لاعب في الملعب وانت سايبهم ماشي، ما بتدعمهمش قبل الماتش، وعمال على السوشيال ميديا وعلى كل حاجه بتدعم اللاعب البرازيلي اللي ما عرفش بيطير في الجو، اللاعب البرازيلي اللي ما عرفش ايه اللاعب البرازيلي، وهو ما ظهرش. ومش ما ظهرش ان هو وحش، يبقى كذاب اللي يقول لك ده لعيب جامد جدا ماشي، بس هو ما ظهرش. ومش عشان كوكا جامد قوي، هو كوكا عمل ماتش عمره الصراحه، بس هو الواد ما لعبش بربع جنيه. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انت حاطط الفوكس عليه هو، عليه هو بس، مطالب منه. حتى دونجا، شفت لقطه دونجا بيلعبوا كلهم على الناحيه بتاعته،
اجري معرفش ايه، يلا بيقول له اطلع قدام عشان هيلعبوا عليك. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده انت؟ طب ما انا اما الاقيك انت، انا بدي مجهود عالمي في الملعب وانت عامل فوكس على لعيب واحد، ما هي دي انانيه. السؤال بقى هنا، الاهلي ما بيكسبش بالحكام؟ او في ماتشات النادي الاهلي ما بيتساعدش هو انا فيها؟ هو انا بخش اقول للحكم، انا عايز اسالك سؤال هرد على اجابتك، بس انا بجيب الحكم بقول له كسبني، ولا هي بتبقى اخطاء تحكيميه ماليش تدخل فيها؟ ليه في بعض الاحيان الاخطاء التحكيميه للاهلي بتبقى اكتر وبتبقى واضحه؟ مفيش اخطاء تحكيميه للزمالك؟ بيحصل. طب ما في بس هنا وفي انا هنا. بكلمك ان اغلبيه حتى جمهور الزمالك. بس ماتش الاهلي والزمالك ده ما كانش فيه اخطاء انا ما تحكيميه. بكلمكش على الماتش اللي فات، عامه انا يعني. بكلمك على اغلبيه جمهور الزمالك بيطلع يقول لك ان في فعلا اخطاء تحكيميه بتؤدي ان الاهلي بياخد الدوري. وعندهم يعني انا بقول لك ممكن يكون عنده انا حجه قويه ان في الاهلي واخد 43 دوري. كلهم بالحكام. لا انا بقول لك هو اه حجته بيقول لك ان انا واخد 12 دوري او 13 دوري وانت واخد 43. هو ليه الزمالك مركز طب يا جدعان، ما هو معلش يعني، انا بسرق، هفضل اسرق كل يوم كل يوم كل يوم واعمل البطولات دي كلها سرقه؟ مفهومش بطوله حلال. اصلا انا لما بتكلم مثلا مع حد معترض على النادي الاهلي، مش زملكاوي بس، طب ما على فكره الاسماعيلي وما اعرفش ومين ومين ومين، في ناس كتير في انديه كتير ما بتحبش الاهلي، بس انت كزمالك ركز يا عم في فرقتك، ولما يجي ماتشي وماتشك نبقى متنافسين، يبقى في، انا يا عم مش هقول هاجمك، انت فاهم، يبقى في تنافس. لكن انا ابقى بلاعب كفر سفنج العرس وانت مركز معايا وسايب ماتشك وسايب لعيبتك وسايب دنيتك، ما تركز يا عم مع ناديك. ماشي، ما تفضلش اخسر انا ماتش او اتعادل ماتش، عشان احنا الاتنين بنعمل كده، والآن النادي الاهلي برضو بيعمل كده. بس الحمد لله النادي الاهلي عنده استقرار شويه، ماشي، عشان كده انا يعني الضوء متسلط على الزمالك. ركز يا عم ودعم ناديك، ودعم ودعم ودعم، ما تركزش انا خسرت يا عم من المحله، وخسرت من ما اعرفش مين، وخسرت من مين، مالكش انا دعوه. ما بتكلمش على التحفيل، انا ما بتكلمش مش على التحفيل. التحفيل، ما هو انا بكلمك، انا بكلمك هم مركزين. هل الزمالك ما بيتعرضش في مصر لظلم تحكيمي؟ والاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي، اي لا، ممكن يكون الزمالك بيتعرض لظلم تحكيمي اكتر سنه، انت فاهم، بس الاهلي برضو بيتعرض لظلم تحكيمي. هو الظلم التحكيمي ده يا بيبقى بعينه يا بيبقى اخطاء مش مقصوده، يبقى الحكم مثلا مش واخد باله، الحكم ما عرفش عدى، ما احنا برضو مش هنذبح الحكام، مش كل الحكام ايه المصريين. المبرر عندك ان هي بتبقى اخطاء يعني مش محسوبه؟ يعني مثلا لما يتحسب ضربه جزاء في ماتش مثلا يكون مصيري او كوره مثلا تتحسب اوفسايد في ماتش بيكون بيحدد دوري. ما هو انت بقى لما ما ترجعش للفار، لما يكون عندك فار، ما دي بقى الاخطاء المقصوده، اللي هو يبقى عندك فار وانت حصل خطأ زي ده ممكن يودي في ده، يودي الماتش في حته تانية خالص، وانت ما ترجعش للفار، لا هنا فيها إلنا. دي الاخطاء اللي هي ايه، اللي هي لا مفيش منها. كان مثلا ممكن يبقى فيه اوف سايد مثلا، كوره اوف سايد مثلا، انت فاهم، وفيها وعليها، انت فاهم، في كور كده بتبقى فيها وعليها اللي هي سنتي، مش هيقدر يحددها، ماشي، فدي بتبقى ايه، بيبقى خطأ فردي اللي هو مش مقصود منه، مش مقصود من الحكم. لكن انك انت تبقى قدامك الفار، ما هو عملوا الفار ليه؟ ما الاول كان بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، ماشي، عشان ما كانش فيه فار والكلام ده كله، لكن هم عملوا الفار ليه؟ بستعجب بقى جدا ان يبقى الحكم عنده الفار وهو مش ما بيرجعلوش في كور كتير. طب انت ما بترجعلوش ليه يا عم؟ ما انت مجهود ال 11 لعيب دوت انت يعني بترميه في الارض، سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او انبي او ليه؟ ما هو عشان كده بقى احنا بقى ايه، مضطهدين. مش كل الحكام المصريين وحشين، في حكام جامدين جدا. سؤال هنا، شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره؟ اسطوره، اسطوره. انا كاهلاوي انا احب اتفرج على اتنين، ابو تريكه وشيكابالا. الاتنين دول اقسم بالله احسن كوره تقدر تتفرج عليها من ابو تريكه ومن شيكابالا. كان عندك برضو لاعب زي صالح جمعه ده كان عليه لمسه، اقسم بالله يعني اسكو بتاع ريال مدريد، انت فاهم، كان زيدان، مش هوصله بزيدان عشان ما افورش يعني، بس هو كان عليه لمسه. بس هي بقى المينتاليتي بتاعت اللعيب، العقليه، يا توديك يمين يا توديك شمال. انت مع مقوله ان النادي الاهلي هو سيد القاره الافريقيه ويستحق يلعب في الدوريات الاوروبيه آه، كنادي اهلي؟ كنادي اهلي، ما انا بلعب في كاس العالم، وكاس العالم ده بيبقى فيه بلعب في الانتر كونتيننتال، والانتر كونتيننتال ده منقي اسياد القارات. بمناسبه ان انت بتلعب في الانتر كونتيننت، في فريق مصر بيلعب دلوقتي في الانتر كونتيننت، في حد بيتكلم عليه؟
ده بقى اللي يزعل بقى، انت فاهم اللي هو ايه. بس هم جامدين جدا، جامدين جدا في ايه؟ اهلي وزمالك خبطوا مع بعض وانا باخد بطولات وهرجع اخد الدوري. انا مش اهلاوي اهو ماشي. هيرجع هيخلص الانتر كونتيننتال، عنده ماتش جامد ده، لو كسب الماتش الجاي هيقابل باريس سان جيرمان في النهائي. فهو عمل حاجه الاهلي ما عملهاش، ان هو وصل نهائي. انت اخر الاهلي ممكن كان يوصل نص نهائي. الاعلام في مصر ظالم بيراميدز. مش هي بص، مش حكايه ظالم بيراميدز، هي حكايه ان هو انت الاعلام يا اهلي يا زمالك، ده مركز مع فريقه وده مركز مع فريقه. مفيش بقى اعلام، اصل برضو النادي بيراميدز ده يعتبر لسه طالع، انت فاهم. فلسه ما اصل انت الاعلام دوت بتاع الاهلي والاعلام بتاع الزمالك ده مبني على سنين. انت فاهم، لعيبه كوره جامدين جدا كبروا في السن مثلا او اعتزلوا، طلعوا في برامج، بقت اتقسمت طائفتين: طائفه اهلي ماشي، جماهير النادي الاهلي، او مثلا الاعلام بتاع النادي الاهلي والاعلام بتاع نادي الزمالك. تفتح قناه النادي الاهلي هتلاقي كابتن شوبير، هتلاقي كابتن شادي محمد. هتفتح القناه بتاعت الزمالك ماشي، هتلاقي بقى لعيبه كتيره، كابتن خالد الغندور، وهتلاقي كابتن ميدو، وهتلاقي فهي مقسومه نصين. فهم اصلا لسه ما طلع لهمش الاعلام ده، عشان خاطر ايه؟ مفيش حد لسه اعتزل ولا حد الكلام ده كله. طب معلش لو خلينا نتكلم بقى، خلينا نرجع تاني لنقطة الظلم التحكيمي اللي بيتكلم عنه جمهور نادي الزمالك. انت شايف ان نادي الزمالك في ظل الازمات اللي هو بيمر بيها دي آه، هيخسر مثلا الدوري؟ لو خسر الدوري جمهور نادي الزمالك هيلجأ لحيلة ان ده تحكيم، او بسبب الازمات الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك؟ انا لو لعبت ماتش، لو مثلا لعبت ماتش ده وجهة نظري يعني. لو انا لعبت ماتش جامد جدا ماشي، وصفر صفر، وجت في الدقيقة مثلا 90 وجبت جون واتظلمت فيه، ده كده اقول انا خسرت الدوري. بسبب ايه؟ بسبب التحكيم. لكن انا ابقى ما بلعبش الماتش وبخسر، خسران اصلا من الدقيقة، من بداية الشوط الثاني، وما بلعبش بربع جنيه، واجي اقول اتظلمت، انت طب فاهم. اقول لك وخسرت الدوري، استنى بس ثواني بس، وخسرت الدوري كله بسبب التحكيم. يعني مش بسبب ان اللعيبه مش مركزه، مش بسبب المدرب اللي انت جايبه اللي هيغرق اللعيبه وهيغرق النادي. بس خلي بالك برضو، انا هقول لك على حاجه. انت ممكن تجيب مدرب ماشي يخسف لك موهبه عندك ماشي، وممكن تجيب مدرب مع شويه ناشئين مش معروفين ياخد لك بطوله. يعني كان في مدرب جامد اللي انا قلت لك، تشافي الونسو، خد مع باير ليفركوزن ماشي، مع شويه لعيبه مش معروفه، مسك، بقول لك الدوري الالماني نفضه. كان بيخش دوري ابطال اوروبا كانت اللعيبه الفرق بتخاف بتتهز منه. انت ازاي دوري الماني وما خسرتش ولا ماتش؟ ما خسرش، خدوا الدوري وكان فاضل ماتشين في الدوري لعبوهم لحد اخر هذا الماتش ده، لحد اخر دقيقه كانوا هيخسروا ماشي، كانوا خلاص الماتش ده هيخلص خساره، خرجوا متعادلين، يعني ما خسروش ولا ماتش. فانت اصلا ممكن مدرب يحب ويكره، ممكن مدرب يبقى مضطهد لعيب. يعني عندك كولر ده قتل ايمن اشرف. ميدو، انت نورتني، حبيبي يا فيصل، شرفتني، حبيبي يا فيصل. ومبسوط اني كنت معاك النهارده. وانا كمان والله. طبعا لو حد من المتابعين عايز يكون موجود معانا في حلقه بودكاست، سجل عندنا في التعليقات، سجل في الحلقه ديت، وانا هختار بشكل عشوائي واحد يجي يقعد ونتكلم في الامور الكرويه كلها. قول اللي انت عايزه ومفيش حاجه هتتقطع لك. اتكلم في رايك سواء كنت اهلاوي او زملكاوي. احنا بنعمل الحلقات دي للجمهور. اي حد من الجمهور عايز يقول رايه ويطلع معانا في الاستوديو، احنا الباب مفتوح لاي حد. هختار بشكل عشوائي من التعليقات. طبعا اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه، ويعني الحاجات اللي بتمشي الدنيا. سلام عليكم.